الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الحلقة تاع اليوم حلقة متميزة، وأنا فضلت نجعلها رد على البيان الذي أصدره طائفة الفراكسة الاثنى عشرية. وأنا كما تعلمون أعوذ بالله من كلمة أنا، ما نحبش يعلم الله، والله ما نحب ندافع على روحي، لأن هذه الحصة ما درناهاش باش ندافع على روحي، ولكن لما يتعلق الأمر بعقيدة الأمة، لما يتعلق الأمر بالتوحيد، لما يتعلق الأمر بعلمائنا عليهم الرضا والرضوان، لما يتعلق الأمر بالمرجعية الوطنية لحفظة الأمة الجزائرية، لا يجوز السكوت. هذا الطائفة الفراكسة الاثنى عشرية هم 12 واحد، وأنا في مكة المكرمة بلغني أنهم داروا بيان يحذروا الأمة مني، يحذروا الأمة مني بعد أن خرج كتابي جذور البلاء، لأن كتابي جذور البلاء يفضحهم فضحا، ويبين بالدليل القاطع أنهم زوروا عقائد السلف، وأنهم على المنهج اليهودي في الاعتقاد. أنا ما قلت أن الفراكسة يهود، حاشا لله، لا أقول هذا، لأنني رجل عاقل، وإنما المنهج، العقيدة اللي يمشوا عليها، العقيدة اللي تعلموها، العقيدة اللي جابوها، هذيك العقيدة هي المنهج اليهودي في الاعتقاد. الفراكسة الاثنى عشرية ما داروش اجتماع لما كان عندنا وزير يبيح الربا، ما داروناش بيان باش يحذرونا من الربا. كان عندنا وزير يبيح الخمور وقاع تعرفوه، والحمد لله أن رئيس الجمهورية أقاله من منصبه. ما داروناش بيان باش ينبهونا إلى أن الخمر حرام. لما الأطفال يختطفون ما اجتمعوش الفراكسة، الأطفال يختطفون ما اجتمعوش الاثنى عشر فركوسا باش يديروا لنا بيان. لما الشباب يحرق ويأكلوا الدود ما كاشهم الفراكسة، وإنما داروا اجتماع لأن الشيخ شمس الدين خرج كتاب واسمه جذور البلاء يفضحنا فضحا. وهذا الكتاب هذا كتاب علمي، مسألة علمية، يعني من حق أي إنسان عنده علم أن يرد عليه، وأنا نعاود نجاوب ونرد عليه، وهكذا ينتصر العلم. لكن الفراكسة الاثنى عشرية فضلوا يسبوني أنا، ما يردوش على كتابي، استهدفوني شخصيا، وراحوا يبحثوا في التاريخ نتاعي منذ أن ولدت، من نهار ولدت يبحثوا كاش ما يصيبوا عيوب، كاش ما يصيبوا ناس، كاش ما يصيبوا حاجة زعما يديروها لي فضيحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما لا حبيت نجاوب على البيان العقيم الفارغ الذي أصدره 12 فركوسا. أولا قالوا بالكتاب ما فيهش بركة، لأنني ما بديتوش بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أتحداكم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عمل ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله، وجاءت رواية بالحمد لله، وجاءت رواية بالصلاة علي، فهو أقطع أجذم، يعني بمعنى ناقص وقليل البركة. سيدنا رسول الله لما نصحنا أن نبتدئ ببسم الله، أن نبتدئ بها قولا وليس كتابة. قال الإمام الحافظ السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في الجزء الأول: إن المراد بالابتداء ببسم الله قولها لا كتابتها. انتوما كنتوا معايا كي كنت نكتب في كتابي، كنتوا قاعدين قدامي. أنا كي جيت نكتب كتابي عيطت لكم، قعدتوا قدامي، شفتوني ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم؟ شفت الجهل؟ من أين لكم أن من السنة كتابتها وهي من السنة قولها؟ واش عليه نتجاوزوا هذه المسألة؟ المسألة الثانية،
اجتمع الفراكسة الاثنا عشرية وأصدروا بيانا عقيما فارغا ملأوه بالسب والشتم. شوفوا وش وصفوني، وصفوني بالرويبضة، المفتئت، المندس، ما على باليش وين راني مندس، وأني سبب من أسباب الصد عن دين الله. أنا جعلوني سبب من أسباب الصد عن دين الله، وأنا والحمد لله سبب من أسباب الصد عن العقيدة اليهودية، الصد عن العقيدة اليهودية التي تنشرها في الأمة، وليس الصد عن دين الله. والعالم كله يشهد كم من رجل تاب من وراء هذه الحصة، وكم من امرأة عادت إلى زوجها من هذه الحصة، وكم من عائلة كانت حتطلق وتشرد بسبب هذه الحصة اجتمعت والحمد لله، وكم من حرام حرمناه والمشات معنا الأمة والحمد لله، حفظناهم من الحرام وعلمناهم الحلال وقلنا كلمة الحق، قلنا كلمة الحق. على بالكم نقول لكم حاجة، لعل مدير القناة نفسه راهو ناسيها، لعل مدير القناة. أنا أول ما جيت لهذه القناة رحت سألت مدير القناة الأستاذ أنيس رحماني، قلت له قل لي ما هو سقف الحرية، أعطيني سقف باش نعرف واش نهضر، يعني كي نشوف منكر نقدر نهضر ولو مسؤول، ولا أعطيني السقف باش نعرف روحي. هاوليك واش قال لي ونقولها لكم كما قال لي. قال لي شوف يا شيخ، نهار تنوي تعبز على لاكسيليراتور قل لي باش ندير لك لومبرياج باش ما تعطيكليش بوت فيتيس. هذا واش اتفقنا، هذا هو. قال لي كي تجي تعبز الدواسه لاكسيليراتور قول لي باش ندير لك لومبرياج باش ما تعطيكليش بوت فيتيس. انا فهمتها واش يقصد ومشيت هكذا والحمد لله. فإن سقف الحرية في هذا القناة لا مثيل له، كاع راكم شاهدين. المهم الفراكسة سبوني وعايروني، هذو الشيوخ بلا ما نحكي الأتباع نتاعهم، إذا كان الشيوخ يسبوا ما بالك بالأتباع. إذا كان الدكتور عبد الخالق ماضي يقول لهم هذا الشيخ هذا ديروا له نيف تاع كلون وشعره حمار وديروا له لحيه صفراء، وإذا كان هو يسبني وهو دكتور ما بالك بالأتباع. الأتباع سموني طمس الدين، ظلام الدين، ضلال الدين. شوفوا شو قال له هادو في البيان تاعهم، المندس، وأني سبب من أسباب الصد عن دين الله والتنفير منه، الأفاك، السمع الأثيم، المفسد، وأن برنامجي انصحوني خال من النصيحة ومليء بالسفه والتطاول والسخرية والتهريج، وأن كتابي جذور البلاء هو عين البلاء، وأني حشوته بالكذب والتحريف والزيف والتلبيس، ولكن ما ردوش على كلمة من كتابي. سبوني، سبوا كتابي، ولكن كلمة من كتابي ما كانش عندهم الجرأة راحوا ردوا عليها. الشيخ سنيقر هذا أحد المداخلة وهو من أجهل خلق الله، راح عليه من يرد، والله العظيم اسمعوه في الانترنت، أنا أنصحكم تدخلوا واسمعوا، يرد على الغلاف تاع كتابي. قالوا ما هذه الشجرة الخضراء واسمه شمس الدين، وعلاه دا شجرة خضراء العروق بيضاء. انت توالم في لي بوزار تروح تشرح لنا الألواح تاع الفنانين، ما توالمش في العلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم شوفوا الدناءة، شوفوا ايش يقولوا هذو الاثنى عشر فركوسا الفراكسة، يقولوا ونهيب بالجهات المعنية، يعني الجهات الرسمية، أن تسعى جاهدة لإسكات مثل هذه الأبواق. وعلاه تطلبوا من الدولة إسكاتي؟ علاه ما تسكتونيش انتوما؟ يا أخي انتوما 12 واحد يعني ماشي قادرين تسكتوني بالدليل وبالبرهان وبالحجة وبكتاب الله وسنة رسوله وبأقوال السلف وبما عليه أهل السنة في العقيدة. وعلاه ما تسكتونيش أنتم بالأدلة؟ يطلبوا من الجهات الرسمية إسكاتي. قبل أن أقوم من مقام هذا أنا أدعو هؤلاء الفراكسة الاثنى عشرية إلى مناظرة، أدعوكم إلى مناظرة في الجامعة الإسلامية في قسنطينة، تحضرها وسائل الإعلام ويحضرها العلماء، وأنا نبين لكم بأنكم على المنهج اليهودي في الاعتقاد، وانتم بينوا لنا باللي صح راكو على منهج السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.